مرة أخرى نعود إليكم في هذه الفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة، وزي ما بقول لحضراتكم إنه في كلام عن الفساد. الفساد المرة دي في أكاديمية الفنون، في معهد النقد الفني، في يعني مجموعة من الأساتذة شايفين إنه الدكتور سامح مهران ما يعني أداؤه مش مريحهم لأسباب كثيرة. دكتور سامح مهران قافل تليفونه على فكرة، حاولنا عشان ناخد تعقيب الدكتور سامح مهران، حاولنا نتصل بيه عن أكتر من طريق، بس هو الحقيقة ما عرفناش نوصل له. ولكن احنا بنقول إنه من حقه إنه يقول والله الكلام اللي قاله ضيوفكم النهاردة أو هيقولوه هو صحيح مش صحيح، يعلق عليه إذا حب. ولكن بعض الناس بتعتبر ان اداء سامح مهران هو اداء فاشل، وانه زي ما قال الدكتور احمد سخسوخ في وقفه احتجاجيه ضد رئيس الاكاديميه، قال انه يعني بيستمد قوته من السير. هو قال الحقيقه تعبير مش عايز اكرره، ولكن هو في السير في ركاب الكبار، ويعني كفايه كده. ايوه خلينا نرحب بالدكتور مصطفى يحيى عميد معهد النقد السابق. اهلا بك دكتور مصطفى. والدكتور علاء قوقة الاستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. اهلا بك دكتور علاء. ايه القصه يا دكتور مصطفى؟ ايه الحكايه؟ هو الحقيقه انا في اكاديميه فنون من 72، يعني من عمر كبير. لم تمر الاكاديميه بهذه الظروف الا هذه الايام في وجود الدكتور سامح مهران. نسمع اشياء غريبه. العمليه التعليميه والتربويه اهتزت داخل الأكاديمية. نسمع عن شكاوى كيدية من الطلاب للأساتذة، ونسمع لمحاضر بتتعمل في الشرطة من أساتذة ومن طلاب لأساتذة، ونسمع أن هناك دفع بعض الطلاب بشكاوى ضد أساتذة. لأول مرة يتم تحويل 7 أساتذة عندي في معهد النقد الفني إلى التحقيق، ولا نعلم ما هو التهمة الموجهة لنا. مين محولهم؟ هو الدكتور سامح مهران. يعني حضرتك بتقولي ان كل الاشياء اللي حضرتك ذكرتها دي نعم. بسبب وجود الدكتور سامح نعم. مهران؟ لم تحدث الا في موجوده. نعم، انا بتكلم 72. لم في اي حاجه بالشكل؟ لا ما فيش حاجه. ما حولش اساتذه للتحقيق؟ لا الا فيما ندر. شكاوى كيديه ما كانش فيه؟ لا الا ما في ندر، يعني حاجات بسيطه. لكن بهذا الكم والزخم الكبير، هذا الاسلوب ان يتحول 7 اساتذه عندي في معهد النقد الفني الى التحقيق معهم استاذ في كليه حقوق جامعه القاهره بالمخالفه للماده 70 من قانون الاكاديميه، اللي هي تنص على ان ينتدب استاذ في كليه الحقوق للتحقيق مع الاساتذه. هو بيخلي الاساتذه يروحوا يقفوا في طابور قدام الاستاذ، وده نوع من الاهانه، وانا مريت بهذه التجربه. الاساتذه يروحوا يقفوا في طابور على باب الاستاذ يتحقق معاه. استاذ مين؟ استاذ في كليه حقوق جامعه القاهره. فده طبعا اساءه استخدام النص. انا اتحقق معايا. نعم. طب ما ممكن حد يقول ان حضرتك بتقول كده علشان يعني بتدافع عن نفسك، ان ده برضه شيء كيدي يعني؟ لا ده هي اللي حاصل. 7 اساتذه، واحنا قدمنا بشكوى لسياده الوزير عماد ابو غاز في هذا الشان. حضرتك اتحقق معاك ليه؟ السبب ان في هو احد الدارسات خلاها تناقش تسجل درجه ماجستير، فاعترضنا وقدمنا مذكره قانونيه بالطريق القانوني، فقام محول الاساتذه اللي وقعوا على هذه المذكره الى هذا التحقيق، وهي مقدمه بشكل قانوني لمجلس المعهد وعميد المعهد. طبعا اتبعتت هذه المذكره لفاروق حسني الوزير الاسبق، ولكن لم يرد عليها. فبعض الاساتذه والله اعلم او بطريقه ما وصلت للدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء ايامها، فكيف تتم الوصول؟ فكان السؤال في التحقيق: انت اللي بعتوا هذه المذكره؟ لا. هل تعلموا من الذي قدمها؟ نقول له لا. اتفضل. والى الان، وده كانت في شهر ديسمبر الماضي، لم نوافى بنتيجه هذا التحقيق. هو الهدف من هذا التحقيق هو النيل من الاساتذه. لماذا؟ لان في 2003 الدكتور سامح مهران تقدم بطلب نقل من كليه التربيه النوعيه في الدقي الى المعهد العالي للنقد الفني، وهو خريج هذا المعهد وحاصل على الماجستير والدكتوراه من هذا المعهد. ولظروف اداريه واكاديميه مجلس القسم الدراما والنقد الادبي رفض النقل، وانا كنت عميد احترمت قرار مجلس القسم ورفضت نقله للمعهد. فتلف الايام بعد عده سنوات وياتي رئيسا للاكاديميه يعني وهو ما زال غاضبا من المعهد وغاضبا من عميده يعني في شخصي. بتقول ان هو كل ده
نتيجه هذه الواقعه فهو نعم. بينكل نعم. بالمعهد نعم. واعضائه. نعم. وهو المعهد الوحيد. أنا استلمت المعهد في 2006 وافتتح هذا المعهد في 2008 مع فاروق حسني الوزير الأسبق. لم يستكمل حتى الآن كنوع من يعني عدم الاهتمام بالمعهد. الأسانسيرات لا تعمل، التكييف المركزي وهو المعهد مصمم على أنه تكييف مركزي. احنا النهارده 25 يوم بنمتحن، والنهارده كان اخر يوم، في طلبه بيجي لها اغماء واساتذه بيجي لهم هو اغماء. المعهد ده يعني معهد جديد، مبنى جديد. لا هو انت حضرتك بتتكلم على على المبنى. المبنى مش المعهد، لان معهد النقد يعني او النقد الفني اعتقد انه من ايام دكتور رشاد رشدي يعني. لا مبنى جديد اللي استلمته حضرتك في بتتكلم على 2005. المبنى الجديد. لم لكن المعهد هو يستكمل. معهد هو نفسه معهد النقد يعني منشأ سنه 71. 71. مم. وانا الدفعه هو كان قسم قبل كده ثم لا هو معهد انشئ باول قرار جمهوري يصدره الرئيس انور السادات سنه 71. مم. وانا من 72 في هذا المعهد، انا الدفعه رقم 2 واول عميد لهذا المعهد من ابنائه. فهو كان قبل كده دكتور رشاد رشدي. الدكتور رشاد قام بعماده فتره من الفترات، لكن اول عميد لي الله يرحمه الدكتور عبد السلام الشريف. فيعني المعهد لا تكييف مركزي، ما فيش اسانسيرات، ما فيش وسائل تعليميه، يعني طيب غير هو مهتم دلوقتي بيه. طب ممكن يبقى غير مهتم بيه لانه سبب او لاخر مقصود جميع المعاهد اللي حوالينا والانشاءات بعدنا فنون شعبيه. بما ان الدكتور سامح مهران مش موجود، بما ان الدكتور سامح مهران مش موجود، وبالتالي فانا عليا ان انا اقوم بدور يعني الطرف انا بتكلم في المصلحه العامه. أيوة. ان التكييف مش شغال، بس هي يعني اكاديميه الفنون كلها حالتها لا تسر عدو ولا حبيب. وبالتالي يعني ما اعتقدش ان ما اعتقدش، والمعهد الثاني معهد فنون مسرحيه برضو مش افضل حالا من حضرتك. واحنا كنا في وقت من الاوقات يمكن يعني كنا بنأجر بعض قاعات وبنعمل استوديو مش كده. زملائنا يمكن هو اخر موقف انا اشتغلت فيه. اخر موقف برضو في صدام مع مجلس المعهد والدكتور سامح مهران انه رفض يستلم 3 مجالس من شهر مارس حتى الان، لان ما داخل هذه المجالس لا ياتي مع على هواه. طب هو هنا السؤال هو بيرفض يستلم. الدكتور سامح مهران عايز ايه؟ هو على خلاف فين الفساد؟ على خلاف مع المعهد اكاديميا وعلميا، فده مسمع مع بنيه المعهد الداخلي. هل انتوا لذلك بتقولوا ان في فساد ولا في فساد؟ نعم في فساد. هو الفساد في مستندات موجوده، لان احنا وانا يعني سعيد بهذا لا توجد ميزانيه للمعهد ماديه لان المعهد نظري، فبنطلب من رئاسه الاكاديميه الاموال، ولكن في معاهد اخرى لها ميزانيات زي فنون مسرحيه وباليه وسينما الى اخره. ولكن هنا احنا عندنا المشاكل اداريه واكاديميه. ان هو يعني يطلب تعيينات. طبعا في 26 درجه معيد نزلوا من حوالي 20 يوم، 25 يوم 12/5. هذه الدرجات لم يعلن عن مواصفات التعيين، فاصبح هناك في سيوله في اختيار، يعني مفيش ضوابط. مين اللي بيختار؟ فاللجان بتختار في المعاهد، ولكن فوق في نوع من يعني الايحاء. الايحاء يعني مثلا اصطدمنا في المجلس اللي فات ان في ترشيح، مش هذكر اسماء، لدرجه معيد واصل سنها 43 سنه وحاصله على تقدير جيد منخفض، في حين ان اللوائح في الجامعات وعندنا في الاكاديميه ان يكون جيد جدا المؤهل الاصلي اللي هو الاساسي ويكون في التخصص. فرفضنا هذا. فعندما نرفض هذا الإيحاء أو هذا التوجه، يرفض استلام 3 مجالس لدرجة ودي آسف أقولها، بعض الأساتذة فكروا أن يعملوا محضر في الشرطة ويسلموا هذه المجالس أو يبلغوا النيابة الإدارية. يعني ولكن هو تراجع حسب ما سمعت امبارح من العميد الحالي أنه هيستلم هذه المجال. هيستلم. طيب خلينا نروح للدكتور علاء. تمام. دكتور علاء، دكتور مصطفى يعني أوجز بعض المشاكل، وبصراحة أنا مش مقتنع بالعلم. أنا آسف. أنا مش في مستندات بجد. أنا مش مقتنع. معلش، ما هو في مستندات بس يعني أنتوا قلتوا لي إن الفساد وإلى آخره. أنا شايف إن ده عند بينك وبين أو بينكم وبين الدكتور سامح مهران. الدكتور سامح مهران بتقول لي عشان هو حب يروح معهد النقد الفني فما توافقلوش إنه يروح معهد النقد الفني، فبقى في بينه وبين المعهد مشكلة وهو بينكل بالمعهد. ولما عاد رئيس أكاديمية نزل إعلان وعين نفسه بنفسه في المعهد عندنا، يعني هو حاليا معين أستاذ في قسم النقد.